اكيد ما سمعتش قصة اعظم اليابانيين ميكيموتو بائع الرز المسلوق. رجل ياباني كروي وعادي جدا، وكان بيعمل في صيد الاسماك والبحث عن اللؤلؤ وبيع الاصداف البحرية. وفي يوم سأل نفسه وقال هو ليه اللؤلؤ مش موجود غير في القواقع؟ صديقه قال له ان الطفيلات الموجودة في البحر بتتسلل لداخل القوقعة وبتجرح لحمها الناعم الضعيف، فالقوقعة بتدافع عن نفسها وبتفرز مادة جيرية حول الجسم الغريب، فبتبدأ تكون لؤلؤة على مر السنين. فكيموتو جاب قواقع واضاف فيها اجسام غريبة وانتظر سنتين، لكن لما جه يفتحهم وجد ان القواقع ماتت، وفضل يحاول لاكثر من 15 سنة لكنه كان بيفشل. الناس كانت بتقول عليه مجنون، فبدأ يدرس عن حياة القواقع، فعرف ان هو كان بيضع الجسم الغريب في المنطقة الغلط في القوقعة، وقال لك اما اعمل اخر محاولة. وبعد سنتين بيفتح اول قوقعة لقى فيها لؤلؤة، فكانت اول لؤلؤة مزروعة في العالم سنة 1859، وقدر يحول اليابان لدولة قوية.